السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حزين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لاهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرا يتعجب منه اهل السماوات والارض. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض السابليه السهل جدا. هنعمله النهاردة بالسمنة مش بالزبدة، كمان هيطلع معاكي احلى بكتير من الزبدة. تابع معايا الخطوات للنهاية علشان يطلع معاكي سابليه ناجح من أول مرة. بس أهم حاجة تابع الخطوات لنهاية الفيديو. هو الفيديو شوية طويل بس فيه أفكار كتير، تابع معايا الفيديو. عندي هنا كوبايتين من السمن. هنا السمنة غير البيتي فور وغير القريبة. يعني السمنة تكون ماسكة نفسها بس مش مجمدة. يعني شايفين أنا هنا سهل بنزلها بسهولة. تمام. انا هنزل كوبايتين السمنه. هنا عندي كوبايتين السمنه قصادهم كوبايتين من السكر البودر. تمام. هننزل بيهم كده وهنبتدي نقلب السمنه مع السكر قبل ما نشتغل بالمضرب. الخطوه دي بتخلي السكر مع السمنه يتفاعلوا كويس، وعلشان كمان السكر ما تطيرش لما اشغل المضرب. هبتدي اضربهم كده لغايه القوام معايا ما يبقى شبه الكريمه. هفضل اضرب لغاية اللون ما يبقى فاتح جدا معايا، وكمان يبقى شبه كريمة الزبدة. شايفين لون الكريمة هنا او لون السمنة بيبقى شبه الكريم شانتيه كده لما بضربه. هوقف ضرب هنا وهبتدي انزل بالبيض. انا هنا استخدمت 2 بيضة. كل كوباية سمنة عليها كوباية سكر وعليها بيضة. هدخل البيضة الاولى كده كويس وبعد كده انزل بالبيضة التانية. الضرب الكتير ده بيخلي النواعم عامة بتبقى دايبة كده وهشة. يعني كل ما تضربي النواعم دي كتير كل ما تديكي نتيجة أفضل. عندي 4 كوبايات من الدقيق. هننزل ب3 كوبايات ونص وهخلي نص على جنب كده علشان ربما أنا محتاجش كل الكمية. هنقلب كل المكونات دي كويس مع بعض. هنا انا بلم العجين بس مش بعجن. النواعم يا جماعة مش بتتعجن، احنا بس بنلم الخليط على بعضه علشان خاطر تتداخل كل المكونات. لكن النواعم مش بنعجن فيها، احنا بس بندخل كل المكونات في بعض. اهم حاجة عندي العجينة تكون متماسكة وفي نفس الوقت ما تكونش ناشفة. يعني هي شايفين متماسكة بس ومش بتلزق في ايديا. انا هنا حسيتها شويه محتاجه شويه دقيق فانا زودت شويه دقيق من نص الكوبايه من الكوبايه اللي احنا ركناها. اهم حاجه العجينه تكون طريه مش بتلزق وفي نفس الوقت تكون متماسكه علشان يطلع معانا السابليه نتيجته حلوه ويبقى نفس نتيجه السابليه اللي بالزبده. على فكره يا جماعه والله بجد انا جربت ده وجربت ده، الاتنين مفيش ما بينهم اي اختلاف. والطعم نفسه هو بل بالعكس كمان بتاع السمنه بيبقى احلى. هنبتدي كده ناخد جزء من العجينة ونبتدي نفرده. لو انتي عايزة تلزقي السابليه 2 فوق بعض يبقى هنعمل العجينة بسمك 1 سنتي، مش هتبقى عالية. اما بقى لو انت عايزة تعمليها قطعة واحدة وتغلفيها بس بالشوكولاتة يبقى هنخلي السمك بتاع العجينة سميك علشان نقدر نغطسه في الشوكولاتة. انا هنا بطلع العجينة بسباتيولا او باي اداة علشان خاطر العجينة ما تتبهدلش معايا. هنيجي نعمل هنا قوالب الميني تارت. هاخد قطعة صغيرة وهبتدي اضغط على الجوانب علشان افرغ مكان في النص. طبعا هنحاول نظبط الشكل كده من جوه. بعد كده هنبقى بالشوكة نخرم علشان خاطر ما تعلاش معانا. هنعمل واحدة تاني مع بعض. اهم حاجة بنظبط الحواف بتاعة القوالب علشان خاطر ال يعني العجينة تطلع معايا لما تخرج من الفرن تطلع معايا بكل سهولة. هنخرم كده بالشوكة علشان خاطر زي ما قلنا ما ترتفعش معانا. عندي هنا قالب سيليكون بيدخل معايا الفرن. هطلع عجينة كده وهحاول ألفها على قد المقاس بتاع القالب. تمام. وده كمان شكل تالت مختلف. تقدري تشكلي السابليه زي ما انت عايزة، ما تقيديش نفسك بشكل معين. الأداة اللي موجودة عندك استخدميها. هنكون مسخنين الفرن قبلها ونحطها على الرف الأوسط ونسيبها لغاية ما تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. نيجي بقى لمرحلة التزيين ودي الحاجة الحلوة اللي أنا بحبها. أنا عامة بحب التزيين.
تمام. التزيين دي حاجة ترجع لك انتي. انا هنا استخدمت للحشوات، استخدمت نوتيلا بيضة ونوتيلا بني وكريمة البيستاشيو. كل دي بدائل يعني مش اصلية، لانها طبعا احنا مقاطعين، وفي نفس الوقت كمان الاسعار بتاعتها مبالغ فيها الاصلية. ماركة الشوكولاتة اللي انا بستخدمها ماركة سما. تقدري تستخدمي الماركة اللي انتي يعني مجرباها او بتستخدميها. والتزيين سهل جدا يا جماعة، مش محتاج افتكاسات، يعني احنا مش محتاج ان انا افتكس فيه. ده الميني تارت. نيجي بقى لتزيين السابليه. انا هنا هحشي في النص بالنوتيلا. تقدري تحشي بالمربى لو انتي حابة، بس انا حبيت ان انا اعملها بالنوتيلا علشان يبقى الطعم يعني غني كده وحلو. لما تيجي تقطميه كده تلاقي طعمه مختلف. طبعا هنبدأ نلزق كل الحاجات دي، نخلص كل الكمية دي، بعد كده نبدأ على التزيين. وقلنا التزيين ده شيء اختياري، تقدري ممكن تسيبيه كمان سادة، بس طبعا التزيين بيديله طعم حلو وبيحسسك ان انتي مشترياه. انا هنا عندي ربع كيلو من الشوكولاتة، وقالب وزنه ربع كيلو. تمام. هكسره بالشكل ده واحطه على حمام مية لغاية ما يسيح معانا. برضو عندي الربع كيلو من الشوكولاتة البني. بعد ما نسيحهم نبدأ بقى لتزيين الأشكال بتاعتنا. بنحطها على مصفى كده أو أي حاجة بحيث إن هي تنزل الشوكولاتة الزايدة منها، وبعد كده نحطها على ورقة زبدة علشان خاطر يبقى الشكل متساوي وتبقى سهلة معانا واحنا بنخرجها من التلاجة. طبعا بنشيل كل الشوكولاتة الزايدة دي زي ما انتوا شايفين كده، شايفين بالشكل ده. طيب بعد كده الالوانات اللي انتوا شايفينها دي هي عبارة عن شوكولاتة بيضة. انا بدرب الوان فيها لغاية ما اخد اللون اللي انا عايزاه. ان شاء الله هعمل لكم فيديو خاص ازاي تدربي الالوان وازاي تحصلي على الالوان اللي انت عايزاها بالالوان اللي موجودة عندك. طبعا هخلص كل الكمية دي. انا هنا استخدمت سوداني مجروش وحطيته في الشوكولاتة البني علشان خاطر يديني الشكل ده. شايفين ازاي؟ ممكن كمان نستخدم سمسم. هنجيب فنجان من السمسم وهنحطه في الشوكولاتة ونقلبه علشان يديني الشكل ده. وممكن تسيبيها كمان سادة كده خالص، هتبقى برضو شكلها حلو، بس هو الشكل ده بيخلي شكل السابليه كده شكله جميل، وكمان المذاق بتاع الشوكولاتة مع السوداني او السمسم بيبقى طعمه حلو. هنا عندي ده اللون الموف، انا عملته من اللون الازرق والاحمر. بفضل كمية اللون الاحمر اكتر من اللون الازرق. هنا برضو عندي شوكولاتة. القوالب اللي انا استخدمتها للبسكوت انا هفضل احط الشوكولاتة كده لغاية ما اغلف كل الجوانب بتاعة القالب، علشان لما احط البسكوتة هتغطي البسكوتة من الجوانب ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده، علشان كمان تديني الشكل متساوي. انا هنا هحط البسكوت على الشوكولاتة. طبعا بعد ما دخلتها الفريزر الاول جمدت، وبعد كده طلعتها علشان احط عليها البسكوت زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي البسكوت بالشوكولاتة. بعد كده هدخله الفريزر. بعد ما خرج من الفريزر ده شايفين بتاعت القوالب السيليكون ما شاء الله بيطلع الشكل مهندم وجميل جدا. تمام. بعد ما بخرجه من الفريزر احنا بنطلعه بحرص جدا، واي زيادات دي احنا بنقصها او بنشيلها حتى بايدينا زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنزينها بالشوكولاتة البيضة. وده شكل السابليه في النهاية. الشكل تحفة والطعم تحفتين بجد. لو كنتي وصلتي معايا لنهاية الفيديو يبقى انتي كده استمتعتي بفيديو كامل واستفدتي بيه. وخلاص وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسيش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.